السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في احد المواقع اللي انتهينا من تسليمها، ان شاء الله نوريكم الشغل اللي احنا نفذناه. احنا هنا الموقع اللي احنا فيه ده اخذ منا وقت 7 شهور. ال7 شهور دول كانت عبارة عن رحلة. العميل كلمنا وابتدينا معاه مشوار طويل خالص، لان الموقع هنا ما كانش ميسر ان اللي هنوريه لكم ده يطلع بالشكل النهائي ده. الفكرة هنا ان احنا استلمنا المكان ده. الدور الاولاني ده كان شقة منفصلة عن الدور الثاني، والدور الثاني ده شقة تانية منفصلة في دور تاني متكرر في شغل تاني. طيب عملنا ايه؟ العميل طلب مننا ان هو يربط الدورين ببعض. طبعا فكره ان السلم الدوبلكس ونخلقه في مكان اصلا ما كانش موجود ليه اصلا السلم، فده كان الفكره هنا في المكان، انك تربط الدورين ببعض بمكان. يعني الدور ده، الشقه اللي احنا فيها دي، الدور الاولاني ده، اي مكان يطلع فيه السلم جوه الشقه كان هيطلع لا اما في مطبخ فوق، لا اما في حمام، لا اما في اوضه ماستر. ما كانش في مكان يطلع منه السلم في الريسبشن الرئيسي. طيب طبعا رفعنا المقاسات وحللنا الموضوع وعملنا كم فكره للعميل، واستقرينا على فكره بره الصندوق خالص، ان احنا ندخل جزء بعيد عن المبنى في المبنى. وهنا الصعوبه فيه بقى ان احنا الشقه اللي احنا فيها دي كان لها بابين، باب خارجي وباب رئيسي الناحيه الثانيه. ده هنا كده بالظبط كان الباب الاولاني بتاع الشقه. طيب عملنا ايه؟ استغلينا معانا طبعا ده شغل خرسانات طبعا، واحنا كشركه متخصصين جدا في موضوع المرمات والخرسانات، ودايما بنظبط، يعني بنبقى عندنا افكار عاليه جدا في موضوع الاحمال بتاعه الخرسانات، ومش اي مكان نفتح فيه، لازم نعمل له دراسه وبناء عليه نبدا نفتح. طيب استغلينا ايه هنا؟ استغلينا العمود ده والعمود ده، والدور الثاني اللي فوق كان ده برج طاير لوحده، يعني الجزء ده برج طاير، ومن حسن الحظ ان البرج ده في قلب الريسبشن فوق. طيب عملنا ايه؟ سريعا زرعنا الاشار بتاعتنا وطلعنا بالحائط الخارجي وربطناه بالجزء اللي فوق بشغل خرسانات زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. وبعد كده طلعنا بالجزء ده على طوبه وشبكناه بالجزء اللي فوق، وطبعا عملنا تعديل للدور اللي فوق بحيث ان المبنى كله ما يحصلش بعد كده فيه شروخ او هبوط او اي مشكله. وقسطنا السلم. جات عندنا مشكله تانية، الدور ده، الدور الاولاني ده ارتفاعه اوطى من الدور الثاني، فطبعا تقسيط السلم في صعوبه. انا محكوم بمنسوب وانا طالع السلم. حققنا ده ازاي واحنا عندنا مشكله تانية هتقابلنا؟ ان الفيلا كلها هنا في قواعد دفن، فالقواعد الدفن لها شرب بنعمله للقواعد الدفن. طيب المشكله الثانيه ان هنا في قواعد دفن وفوق في قواعد دفن، فليها منسوب فوق وليها منسوب تحت، فكنت لازم احقق السلم الدوبلكس بحيث ان هو وانا طالع يكون السلم معايا عند اقصى نقطه هنا يكون مرتاح. تمام؟ فما شاء الله ادي النقطه، اعلى نقطه هنا الارتفاع. تمام؟ وده سلم داخلي مش سلم رئيسي، يعني مش هنطلع منه اي حاجه. طيب نيجي بقى هنا نكمل بقيه شرح الريسبشن الدور الاولاني. دي كانت الصعوبه في الجزء ده. في كم مرحله تانية هنقولها، بس ده كان التركيه انك تربط الدورين ببعض وتعمل السلم الدوبلكس. طيب عملنا ايه هنا؟ فرش الدور الاولاني، عملنا منطقه استقبال زي ما حضراتكم شايفين كده، انتريه الديزاين بتاعه مختلف. طبعا الفرش اي حاجه هنا في الفيلا من تنفيذ الشركه بتاعتنا، فرش، ديكورات، ترابيزات الستيك كلها في الديكوريشن بتاع المكان، المكاتب، اليونت بتاع الحمامات، فرشين الفيلا بالكامل، شاشات، اجهزه، كل حاجه احنا اللي عاملينها ومنفذينها بفضل الله. عملنا الجزء ده الانتريه بتاعنا وعملناه بسيط بحيث ما يبقاش، لان المساحه هنا صغيره شويه. عملنا حسابنا فيه ان السلم استغليناه، عملنا الزرع الديكور اللي حضراتكم شايفينه كده، وعملنا فيه الطرط اللي بنحط الرخام. وطبعا السلم هنا متاسس معانا بيانو. العميل طلب ان احنا اسس له سلم بيانو، والسلم البيانو ده ليه تاسيس خاص في الكهرباء. لما بناسس الشغل بتاعنا بنعمل له لوحه البيانو، طبعا حطيناها تحت السلم عشان ما تبقاش باينه. وعملنا الحساس بحيث ان اول ما حد يطلع من هنا السلم ينور، يعني كده يبدا السلم ينور لحد فوق. وطبعا برضو عاملين حساس فوق بحيث اللي نازل برضو ينور. فالشغل ده كله مربوط، بتاسس له كل درجه بتاخد خرطوم سلك. خرطوم السلك ده بيروح على لوحه الكهرباء. لوحه الكهرباء ده بتتحكم في المده اللي انت عايز السلم دوبلكس يفضل منور فيها. طيب عشان السلم ما تفضلش يبقى اللي طالع واللي نازل يفضل شغال، فعملنا مفتاح ان احنا نفصل السلم، ممكن ما يكونش شغال. تمام؟ ده بالنسبه للسلم الدوبلكس. طيب
عملنا حسابنا في التجاريد الخشبيه. طبعا الشغل ده كله المده 7 شهور شامله الفرش والتجاريد الخشبيه. التجاريد الخشبيه تجاريد طبيعيه، يعني احنا عاملين ايه؟ الشغل ده معمول يعني كل حاجه معموله فيها معموله صح. التجاليد 9 مللي فنلندي ملزوقه قشره، وبعد ما لزقنا القشره قشطنا الشغل بالكامل، وبعد ما قشطنا الشغل عملنا شغل البليستر بالكامل، شطبينه باليستر. طبعا لون القشره على لونها. دخلنا بديل الحجر في الديكور بتاعنا مع التكييف. تمام. لو هنلاحظ هنا الاباليك وبديل الخشب، بديل الاستربات الخشب دي معموله عموله. والفكره في العموله بتاعت الاستربات الخشب، معلش هاخد دقيقه في موضوع الاستربات الخشب دي. الاستربات دي معموله بطريقه عاليه جدا. احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا الاستربات الخشب دي والراجل الاشراجي هنا الصعوبه، هنا الفينش والفكر. الاستربال الخشبه دي طبعا الخشب كان ادخل من كده، عشان نوفر في موضوع الخشب شقينا الاستربايه دي، شقيناها نصين. وبعد ما شقينا الاستربايه دي نصين، ما شقيناها على المكنه، خدنا دي. الراجل طبعا ما كانش ينفع يلزق الجنب ده والجنب ده، فهو لزق، لان الاثنين دول كانوا على بعض كده، فكانوا معانا حوالي 2 سم. فلزق الجناب الاول، عشان لو لزقنا الاستربات على الحيطه ما كانش هينفع يلزق الجناب. فلزق الجناب وقطعناها على المكنه، فطلعت معانا قطعتين. وبعد كده كان في مشكله، عشان احنا عايزين القشره دي على لونها. تمام. عشان نخلي القشره دي على لونها، لو احنا كنا ثبتنا، لو الراجل لزق وش الاستربايه دي، لزقها وعمل المسمار، فهيضطر المسمار ده عشان نداري الشغل هيضطر ان هو يبقى فيه معجون. فعملنا ايه؟ الراجل لزق الجناب وقطعنا عشان نوفر موضوع الواحده تطلع 2. وبعد ما لزقنا، بعد ما مسمرنا الاستربات دي على الحيطه، الراجل النجار جه مسمر الاستربات دي، وبعد كده الاشراجي جه لزق على المسمار. فما فيش مسمار اصلا ظاهر معانا ولا قطعه معجونه واحده في الاستربات. فده مجهود، ده شغل. يعني انا كنت ممكن الزق قشره والزق واجيب المسمار ادبس بالاستربات، ادبسها، وبعد كده يبقى المعجونه معايا. هتلاقي لما المعجونه دي بنعملها نفس درجه اللون البلياستر، فدرجه اللون بتغمق شويه الدرجه. فاحنا عملنا ايه؟ لا، عملنا الاستربات لزقناها وحطيناها، وجي الراجل الاشراجي لزق على المسمار، فما عادش في حاجه باينه. وهنا عشان كده طالع بالفينش اللي انتوا حضراتكم شايفينه كده. ده في كل الشغل. يعني احنا ثبتنا الشغل ولزقناه قشره، وبدا الاشراجي بتاع الاستورج يخلص شغل باليستر في الفيلا بالتجاليد دي مش اقل من 3 شهور. ليه بقى من 3 شهور؟ عشان احنا كنا شغالين في ايام الشتاء، فطبعا الشغل بيحتاج ان هو يعض. بعد كده بقى هنيجي لمرحله اللي هي احسن مرحله عندنا هنا في الفيلا، هي مرحله الارضيات. الارضيات هنا عباره عن بورسلين 120 في 42، بس انت للوهله الاولى هتبص تلاقي ان احنا كانه عاملين رخام. فكره ال 120 في 42 في البورسلين تدينا اللمعه العاليه. طبعا البورسلين ده اسباني، بس عشان يركب لازم يركب بمواصفات معينه. ايه هي المواصفات؟ ان احنا لازم نمحر الارضيات وتكون موزونه عشان عشان المبلط ما يحصلش فيه مشكله في موضوع الميول او في يحصل تطبيل في البلاط. هنلاحظ معانا تجميع العروق واحنا شغالين، العروق بتاعت البورسلين. يعني احنا البلاط ده 120 في 42، المساحات دي ما تجيبش معانا 120، فبيضطر ان هو يهدر معايا. بس عشان اطلع الرسومات، لو هنلاحظ هنا الوزره نفسها مجمعه معايا الرسمه هنا. فدي حاجات لازم، يعني التفاصيل دي هي احنا موجودين عشانها. التفاصيل دي كده، تجميعة العروق دي احنا موجودين عشانها. العرق والرسمه تمام برضو طالعه بنفس المواصفات اللي كان العميل طالبها. فما شاء الله الشغل طالع تحفه. هنا هيبقى فيه ترابيزه تنحط ستانلس هنا في نص المكان، ومعانا هنا الانتريه، وعملنا المطبخ الصغير ده يخدم على الدور ده. المطبخ ده من تنفيذنا، والرخام من كل حاجه من تنفيذنا. احنا منفذين المطبخ ده. لما احنا بنشيل الشغل بتاع المطبخ بنعمل ايه؟ طبعا ما بنشتغلش المطابخ دي بالمتر. الشغل ده احنا اللي شايلين الشغل بتاع الفيلا او اي مكان اي واحده. فطبعا من واجبنا ان احنا ما نشتغلش للعميل بفكره المتر. المطبخ ده معمول بولي لاك وجود وول.
فكره البولي لاك والجود وود المتر بتاعه اي معرض بيبدا من 7000 وانت طالع من غير الرخام، تمام، او من 6.5 وانت طالع. طيب احنا عملنا ايه؟ احنا اشترينا الخشب، كل الخشب اللي احنا اشتريناه بتاع الوحدات بتاع الشغل كله اشتريناه، ورحنا عند مكنه بنتعامل معاه في الورشه بتاعتنا، ولزقنا الشغل شريط. والنجار اللي معانا ما شاء الله طلعه تحفه، هو النجار اللي بيحسب بالمتر، هو النجار اللي شغال معانا. وطلعنا فينش المطبخ زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عايز يعني فرق بس في المطبخ، تمام، فرق في المطبخين اللي احنا هنشوفهم حوالي 100,000. ده فرق بس في المطبخين. ليه؟ لان هو الراجل اشتغل مصنعيات، لان هو اللي شايل الشغل بتاع المكان كله. طبعا ده يعني انت لو عايز تعمل مطبخ لوحده غير ما انت مثلا النجار شايل الشغل كله، فعشان هو ده متر المطبخ الطبيعي يعني. طيب بالنسبه للمطبخ زي ما قلنا احنا اشتغلنا كل الشغل جود وود وبولي لاك، والرخام جالاكسي اس. احنا عندنا هنا فكره الجالاكسي، لازم فينش الرخام لازم يبقى عالي. لو هنلاحظ معانا الحته بتاعت البار عاملين هنا مستويين، الجزء بتاع البار ده هنلاقي كله قطعه واحده. يعني هو المفروض الطبيعي ان تيجي قطعه ويجي هنا بفاصل 45، تمام، ويفصل بالاثنين ويجمع زي 45. ده شغل. طبعا دي احنا جبنا الطاوله وقطعنا الجزء ده كله حته واحده، تمام، فمفيش فاصل في الرخام. طبعا ده بتضطر ان احنا بنهدر طاوله كامله، بس الطاوله اللي طلعت من هنا لو هنلاحظ هي نزلت هنا فجت حته واحده. يعني احنا لو لاحظنا ان الطاوله، بس دي طبعا بتبقى فيها مغامره ان ممكن لا قدر الله الرخامه تقطم من المقاول اللي جايب الرخام. بس المقاول ما شاء الله عليه حريص جدا. وعندنا المطبخ اللي فوق في حته جايه كامله 4 متر، تمام، هتشوفوها فوق يعني. طيب فالحته دي كلها كده حته واحده، والجزء ده كده جزء واحد، وده جزء المطبخ وده جزء الحوض. عملنا البروفايل ليد اللي فوق اللي في المطبخ من فوق، واسسنا للغاز. هنلاحظ معانا المواسير الغاز هنا مدفونه، لان العداد الغاز محطوط في قلب اليونت بتاع الوحدات اللي فوق، والغاز نازل هنا متوصل. عملنا حسابنا في مايكروويف، وقسمنا غساله اطباق وغساله هدوم والثلاجه. ده اللي كان العميل محتاجه في الجزء بتاع المطبخ ده. ما شاء الله المطبخ بيرد على الشغل اصلا الموجود هنا. لو هنلاحظ هنجيب اليوم الناحيه دي هتلاقي المطبخ، الوقفه في المطبخ ما شاء الله الاثنين بيردوا على بعض.